ذلك أتى جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. عش ما شئت، 50 و60 و70 و100 وعمر نوح 1000 سنة، عش ما شئت وبعدين فإنك ميت. لما أتى ملك الموت إلى سيدنا موسى، سيدنا موسى ده بضروحه، شو جايته بضروحي؟ روح. فرجع فقال: يا رب، أرسلتني إلى عبد يكره الموت؟ فأوحى الله إلي أن اذهب إلى عبد موسى فقل له يضع يده على جلد ثور، فما غطت يده من الشعر فله بكل شعرة حياة سنة. خلي حط ايده، كم شعرة بتتغطى بإيده؟ بكل شعرة حياة سنة. رجع حكى له، قال له: ثم بعد شو في بعدها؟ قال له: بدك تموت. قال له: لا، هلا لك، هلا، ما بدنا نتأخر لمقابلة الحبيب، ما بدها تأخير. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. بتقول سبحان الله بكافيك عليها 10 حسنات، الحمد لله بكافيك عليها 10 حسنات، مجزي به، في جزاء تأخذ. قلت يا الله بكافيك عليها، ما في حرف بتنطق فيه إلا الله بكافيك عليه. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم، مين هلا رح يعلم؟ واعلم، كلكم لازم تنتبهوا. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. الله أكبر، هي ما جاي للبال. فإذا ماشي بالطريق وجاك شي ولد عمره 10 سنين قال لك: يا قليل الشرف، تتحملوها ولا بتركض وراه بدك تضربه؟ لك أنا قليل شرف؟ نعم. صليت قيام الليل؟ لا، أنت قليل شرف. هذا كلام سيدنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. ما شوارب الشرف، ما الدقن الشرف، ما الأواعي الشرف. الشرف إذا كان في إلك لقاء مع الله، نداء لله، طلب من فضل الله، أنت صاحب شرف. يلي ما بيصلي قيام ليل ما في شرف. مين اللي عم يقول ما في شرف؟ ما ولد سيدنا جبريل عم يحكي له النبي، والنبي عم يحكي لنا اياها. وعزه استغناؤه عن الناس. العزيز ما اللي بيجيب المال، العزيز ما اللي بيحط على كتفه شايفة نحاسة. العزيز ما يلي بيصير ما شاء الله له مكانته. العزيز يلي ما بمد ايده لغيره. وعزه استغناؤه، أنه بيستغني عن الناس، ما بمد ايده لحدا، هذا العزيز.